السلام عليكم. ابنك سخن الساعة 3 الفجر، فتحت الدرج مش لاقي غير الحبوب بتاعة الكبار، قسمت الحباية نصين واديتها له. تعرف ان انت كده ممكن تكون اديته اكتر من 3 اضعاف الجرعة اللي هو محتاجها. كبسولة النهاردة والكبسولة الجاية هنتكلم في كل ما يخص الادوية اللي محتاجها طفلك في البيت. خليك معايا عشان هنتكلم على حاجات هتفيدك باذن الله. اول حاجه، جرعه الاطفال بالوزن مش بالسن. يعني مش طفل عمره 3 سنين تبقى جرعته ثابته في كل الادويه 3 مللي، لا، وزنه كام كيلو ده اللي القاعده الاساسيه. جرعه الطفل بالوزن مش بالسن، والملي على حسب تركيز الشراب، لان كل دواء ليه تركيز مختلف. مش بالمعلقه، لان المعلقه بتتراوح ما بين 3 ل 7 مللي، يعني ممكن تديله ضعف الجرعه وانت مش حاسس. تعالى هنبدا نتكلم على اكتر من موقف بيتكرر معانا. نتكلم عن الموقف الاول. ابنك سخن، اول حاجه هتقيس بالترمومتر مش بايدك. لو 38 ونص او اكتر هنديله باراستامول زي الادول، السيتال، الفيفادول، كلهم زي بعض. الجرعه على حسب الوزن زي ما اتفقنا. طيب لو بعد ساعه الحراره ما نزلتش، تقدر تديله بروفين بس بكام شرط. اول حاجه يكون فوق 6 شهور، يكون بعد الاكل، يكون الطفل داخل، ما يكونش الطفل حصل عنده حاله جفاف او حاجه او بيرجع. الكمادات نعمل له كمادات بميه فتره مش ساقعه، لان الميه الساقعه بتعمل ارتعاش، والارتعاش بيرفع درجه حراره الجسم. اهم حاجه السوائل السوائل السوائل. الجفاف عدو السخونيه الاول، بس في مواقف لو شفتها لازم تطلع على المستشفى فورا. لو الطفل رقم واحد، لو الطفل اقل من 3 شهور وحرارته فوق ال 38، اي سخونيه في السن ده طوارئ فورا. طيب لو حصل تشنج، يعني عينيه لف وجسمه بدا يترعش جامد، هتحطه على جنبه وما تحطش اي حاجه في بقه ولا حتى ايدك، وتسجل الوقت. لو التشنج ده استمر اكتر من 5 دقائق لازم تطلب اسعاف. لو شفايفه زرقاء او مرتخي او ما بيستجيبش تماما لازم تطلب اسعاف. لو في طفح جلدي مع السخونيه ما بيختفيش لما بتضغط عليه، دي برضو طوارئ. تاني موقف معانا الاسهال، واول غلطه كل الناس بتعملها اول ما الطفل يجيله اسهال هوب نديله انتينال. لا، مش ده الصح. اول حاجه المفروض تديها له محلول الجفاف، لان الاسهال ضرره الاكبر في الجفاف اللي بيحصل. محلول الجفاف ممكن ينقذ حياه. معلقه صغيره كل دقيقه لو رضيع، رشفات صغيره لو اكبر، ولو بيرجع استنى 10 دقائق وابدا من تاني. ومع المحلول ضروري تديله زنك لمده 10 ايام. ده بروتوكول منظمه الصحه العالميه، مهم جدا. ما توقفيش الرضاعه، كملي. وناخد بالنا لو ما فيش دموع، لو هو بيعيط او الحفاضه بتاعته ناشفه اكتر من 6 ساعات لازم نروح ده الجزء الاول من صيدليه الاطفال في البيت. الجزء الجاي هنتكلم عن اهم 15 دواء للاطفال في بيتك، وعن ادويه الكحه وادويه التسنين والمغص، وايه الادويه الممنوعه تماما للاطفال. والهديه هتكون كتيب كامل فيه كل ما يخص الاطفال من ادويه وجرعات وممنوعات وحتى التطعيمات. دي كبسوله على الفطار، وانا محمود البسيوني.